دلوقتي انا عايزه اعرف كميه الطوب اللي عندي في الشقه عشان ابدا اشتغل في بند المباني. طيب يا هندسه، انا محتاجه ايه؟ عندي حاجتين مهمين لازم اخد بالي منهم. اول حاجه المفروض ان انا اعرف المتر المربع او المتر المسطح ده فيه كام طوبه، لان النهارده هنشتغل على الحيطه اللي هي نص طوب. تمام. طبعا لازم تبقى عارف ابعاد اللي هي المقاسات الطوبه بتاعتك، لان في مقاسات كتيره جدا في السوق. فسي هنشتغل على 5 في 10 في 20، فهتقوم رايح اعمل ايه؟ هتقسم المتر، لان انا عايزه اعرف المتر المسطح فيه كام طوبه. هنعمل متر على ال5 في 20، بس طبعا هحول يعني اللي هي من السنتي المتر. المهم هيطلع 100 طوبه. يبقى انا دلوقتي المتر المسطح فيه 100 طوبه. طيب وبعدين اعمل ايه؟ دوري دلوقتي ان انا اعرف الشقه كلها عباره عن كام متر، كام متر مسطح. فدي هنجيبها بطريقه الاريا. هتاخد كل غرفه وتجيب المساحه بتاعتها عادي جدا، بس ما تنساش ان انت تخصم. لو في شباك، لو في باب، تخصم الفتحات دي. تمام. وطبعا الاوتوكاد دلوقتي بيكون فيه امر يعني ان انت ممكن تجيب الاريا بمنتهى السهوله، بس لو انت مش معاك الرسمه على الكاد يعني. وكده سي طلع لك الشقه 100 متر مسطح، فتضرب المية في المية يطلع لك 10,000 طوبه. لان انا كل هدفي ان انا اعرف الشقه كلها على بعض فيها كام طوبه. وما تنساش في 5% هالك، لان طبعا الطوب بيتكسر اثناء التشوين وهو جاي لك وهكذا.